في الفيديو ده هقول لكم على افضل طريقتين هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعه صدى موجوده في اي ملابس عندكم، سواء كان الصدى ده من المنشر او من المشابك بتاعه الغسيل او الملابس ذات نفسها فيها كباسين او فيها اي حاجه معدن فبتعمل صدى على الملابس. وبما ان معروف بقى الصدى ما بتطلعش بطريقه الغسيل العاديه او بالمنظفات العاديه، فعشان كده جايب لك حل سحري هيضيع معاك اي بقعه صدى موجود في اي لبس عندك بكل سهوله. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معاه الفيديو للاخر. لو بقعة الصدى صغيرة بالشكل ده وده بيكون نتيجة القطع المعدن الموجودة في المشابك الخشب. الموضوع سهل جدا، بنجيب كوباية وبنحط فيها معلقة ملح وبنعصر عليها نص ليمونة أو ليمونة، بنقلبهم في بعض كويس وبناخد ونحط مكان بقعة الصدى بالظبط. يا بنفرك القماش في بعضه يا إما بصباعنا كده وبندعك بيه القماش بالراحة، بنلاقي البقعة بتختفي في ساعتها، وبعد كده بنشطفها عادي تحت المية وبننشرها. طب لو بقعة الصدى حجمها كبير بالشكل ده، الملح والليمون ما بيكونش عامل في البقعة ديت، فاحنا بنجيب كوباية بنحط ربعها مية وبنحط الربع التاني قد النسبة بالظبط فلاش بتاع منظف الحمامات بتاع الأرضيات، بنقلبهم في بعض كويس وبناخد منهم وبنحط مكان بقعة الصدى. طب ليه احنا اخترنا الفلاش